كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. حياكم الله أيها الإخوة الكرام. وقفتنا في هذه الحلقة مع قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبد مسافر إلى الله سبحانه وتعالى، مهاجر إليه، سائر إليه سبحانه وتعالى، ولا زاد له في هجرته هذه وسفره هذا وسيره في هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، لا زاد له إلا التقوى، وهو خير زاد، فإن خير الزاد التقوى. والتقوى هي تلك الحال من الزكاء والنقاء والطهارة التي يحدثها العمل الصالح، التي يحدثها مجانبة وتجافي تلك القاذورات من الذنوب والآثام والمعاصي. والله سبحانه وتعالى أعان عباده بأن جعل لهم محطات يتزودون فيها زادا عظيما من التقوى. ومن هذه المحطات هذا الشهر المبارك الكريم شهر رمضان، فإنه محطة كبيرة للتزود بالتقوى. ولهذا ختم الله سبحانه وتعالى آية الأمر بالصيام بقوله عز وجل: لعلكم تتقون. والأمر بالصيام الذي أمرنا الله به كما أمر الأمم السابقة لنا أمر لنا بنعمة عظيمة ومنة جليلة وفضل كبير من أفضاله وآلائه سبحانه وتعالى، لأننا بهذا الصوم نتحقق بالكمال الذي يحبه الله ويرضاه، كمال على الطوق والقدر البشري يحبه الله سبحانه وتعالى منا ويرضاه سبحانه وتعالى لنا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون. لعلكم أي لعل صيامكم يحدث لكم تلك التقوى التي تكونون بها عند الله على الوجه المرضي. لعلكم تتقون، عسى أن تتقوا إذا صمتم صوما كما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. ولهذا أعاننا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر بمعينات شرعية ومعينات قدرية على التحقق بالتقوى. أما المعينات القدرية فمن ذلك أنه إذا دخل هذا الشهر الكريم كما ثبت في الصحيح أنه تفتح أبواب الرحمة، تفتح أبواب السماء، تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب جهنم، تغلق أبواب النيران، تسلسل الشياطين، تغل الشياطين، تصفد الشياطين ومردة الجن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا إعانة للعبد على التحقق بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن الشيطان هو من يصرف الإنسان عن تقوى الله، هو من يحول بين العبد وبين مرضاة الله، هو من يوسوس إلى العبد بفعل الآثام والذنوب والمعاصي. فإذا غل وسلسل وصفد كان في ذلك من العون الكبير للعبد على الطاعة أن صرف عنه أعداؤه وغل وسلسل أعداؤه الذين يحولون بينه وبين تقوى الله سبحانه وتعالى. ومما يحقق التقوى من المعينات التي تحقق التقوى الإعانة بالصوم، فإن حقيقة الصوم الإمساك عن الطعام والشراب وغير ذلك من المفطرات. والطعام والشراب يستحيل دما مما يوسع العروق في جسد الإنسان، فيكون في ذلك مجال رحب للشياطين كي تتجول في بدن الإنسان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام العبد ضيق على الشيطان مجراه، ضيق على الشيطان مجراه. وكان في ذلك إعانة على العبد بأن تخلو روحه ويضيق مجرى الشيطان في بدنه وتنشط نفسه لطاعة الله سبحانه وتعالى. وكل هذه معينات للتحقق بالتقوى. وأعظم من التحقق بالتقوى التحقق بالباعث على التقوى،
وهو مراقبة الله سبحانه وتعالى. والعلم أو الاستحضار لمعية الله عز وجل واطلاعه الدقيق على ما يكون من العبد، فإن الصائم لا يحول بينه وبين أن يفطر إلا هذا الاستحضار لاطلاع الله سبحانه وتعالى عليه. وإلا لو أراد الصائم أن يأكل دون أن يعلم به أحد أو دون أن يراه أحد لفعل ذلك، ولكن العلم بأن الله يعلم حاله، يبصر شأنه، يطلع عليه، يحول بينه وبين ما يشتهيه من طعام وشراب ونكاح وغير ذلك من المفطرات. فإذا قوي هذا الباعث في العبد اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه وعلمه به وبصيرته وبصره سبحانه وتعالى بما يكون من العبد، كان ذلك مانعا له عن أن يقع فيما حرم الله عليه أو أن يتجاوز حدود الله التي حدها له. وأعظم من ذلك أن يكون باعثه على الصوم هو طلب مرضاة الله سبحانه وتعالى راجيا مثوبة الله عز وجل، فإن هذا مقام علي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو